أنا المدرس الضبحان، تمام. 27 عاما بذلت في التربية، خريج 96، والآن في العام 2023 ميلادية، 2023 ميلادية، تمام. أعيش كعامل كادح. أشاهد الناس يشترون اللحوم وأنا لا أصل إلى لحم السمك، تمام. أشاهد الناس يشترون التفاح بالكيلو وأنا أشتري البسباس الأحمر، وهم يشترون التفاح الأحمر، وهم يمشون على سيارات فارهة دم الغزال، وأنا أمشي أتمنى حذاء من ماركة الغزال سعره 800 ريال يمني. هم يأكلون يعني يخرجون الفلوس أبو 1000 يعني كتل من الفلوس في جيوبهم، وأنا لا أملك المئات المقطعة التي بيد الفقراء، والله لا أملكها. حياتي أصبحت بدون فراش، بدون لباس، بدون معاش، بدون لقمة عيش. يعني ما بعد هذا إذا قلنا الانتحار أنا كإنسان متعلم أعافه وأقول أن الله سبحانه وتعالى حرمه أن الإنسان ينتحر، فإلى أين؟ إلى أين المصير؟ كيف يكون العمل؟ نعم. بعد هذا كله قالوا هناك حوافز وصلت. جئنا إلى المدرسة، أعول أسرة مكونة من 10 أفراد، قد يكون عندي بعض الأولاد مشوهين 3 داخل البيت. نصف الكيس الدقيق ب10,000 ريال. لا يعمل غير لفترة نصف شهر، فمن أين آتي بالنصف الآخر الكيس الدقيق؟ وبقية السكان الحاجة والمواد الأخرى من أين آتي بها؟ يعني هل من غير الملابس والأدوات نعم. خلي حتى 10 أيام. من أين آتي بالنصف الآخر؟ حملت الصخور الثقيلة على كتفي فشعرت بأنها خفيفة. حصل لي تورم في وراء الرقبة من حمل يعني الأثقال ومن حمل النيس في الحراقات. انتفخ اليتين تبعي أو الخصيتين، حصل لي انتفاخ أو ما يسمى الفتق. الله يحفظك. يعاني ما لا يعانيه المريض. أشتي آخر كلمة للأستاذ جلال، آخر كلمة له ما تقول عنه؟